أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فطرق الباب، قال: يا رسول الله، إني أكون بين أهلي وولدي فأذكرك فأشتاق إليك فما أصبر حتى آتيك فأراك، إن متنا وأدخلك الله الجنة وأنا دخلت الجنة، فكنت أنت ممن فضلك الله علينا من النبوة في الفردوس الأعلى، وأنا كنت من أهل الجنة، كيف أراك؟ وإن كنت من أهل النار فهذا أحرى ألا أراك أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها: فما رد النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نزلت هذه الآيات: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.